الله هداف الدوري. محاولة نقلة للأمام، وصلت إلى وليد عبد الله، فيها اتكالية، محاولة، ممكن تصويبة، ممكن تصويبة، ممكن تصويبة، الله الله، هدف أول، هدف أول، يا ذكائك، يا ذكائك، يا ذكائك، يا روعتك، يا روعتك، يا روعتك. في الملاعب السعودية ما نشوف مثل هالكرات، في الدوري السعودي قليل ما نشوف مثل هالكرات. جول أول بالإصرار، بالنقص، بالعزيمة. العميد يسجل أول الأهداف بالعزيمة وبالإصرار. ومن اللي سجل؟ حسيري. من اللي سجل؟ شوف الخطأ، شوف الخطأ من مبروك زايد. ويا عيني، يا عيني على ذكائه، ويا عيني على إصراره، ويا عيني على الجول. هدف جميل وروعة، حكاية 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 هالجول، حكاية هالجول. وليد عبد الله هو من دخل الكرة، لكن برافو 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 العميد، برافو العميد. ما عرف معنى الماضية. كرة مقوم، جول جول، هدف أول مختار فلاتة يعادل النتيجة في دقيقة أولى من شوط المباراة الثاني. هدف راسي، هدف مباشر من ركلة زاوية. مختار فلاتة يسجل هدف التعادل لليث الشبابي. يعود بالمباراة، يعود بالمباراة. 1-1 يا برودوم. جاك الآن بعد ما نزل ونقل كرة سيرفر جبروت، راحت الكرة على الناحية الثانية إلى ركلة زاوية. شوف التدخل الرأسي الجميل جدا من مختار فلاتة. سجل هدف في المباراة الماضية أمام الاتفاق، واليوم يسجل هدف ثاني في هذا اللقاء. هذا الهدف التعادل لفريق الشباب، هدف جميل بالراس في توقيت مهم للشبابيين. في توقيت الشباب سجل هدف من كرة ثابتة من ركلة زاوية، يدور على الكرة الثانية داخل الجهة بالراس، جول جول. هذا هو الشباب في كراته الثابتة، خطير مثير للغاية. جول ثاني سيباستيان تيغالي، راس ثانية للشباب. الشباب كل حيوية، كل حيوية، بل وأصبح سر من أسرار الجاذبية اللي غابت في الأيام الماضية من أمام جماهيره. الشباب يسجل الهدف الثاني للأرجنتيني سيباستيان تيغالي. الكرات الثابتة سر وسلاح من أسلحة نادي الشباب على كمال. يشعر بدقائق المباراة، بدأ يقول أكون أو لا أكون مع تأخره بهدفين مقابل هدف واحد. كرة منقولة للأمام، نايف هزازي، جول نايف هزازي، وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء. نايف هزازي خلاص طلع اللي في راسه، خلاص شال اللي على راسه، قال خلينا ناظر المرمى، خلينا أشوف المرمى، وبالتالي ركلة جزاء على بعد 7 دقائق من نهاية المباراة. ركلة جزاء، هذه الإعادة لركلة الجزاء. التدخل من حسن معاذ، والقرار يبقى لحكم المباراة، والقرار يبقى لحكم المباراة في التدخل مع نايف هزازي. حسن معاذ في اللقطة الأخيرة، إبراهيم هزازي دائما ما يصنع، أسامة المولد مررها براسه وحكم المباراة. وركلة الجزاء المحتسبة شافي الدوسري اللاعب البديل. ركلة الجزاء في مواجهة وليد عبد الله، اللاعب البديل شافي الدوسري في مواجهة مع وليد عبد الله وجها لوجه على بعد 5 دقائق من النهاية، ويتقدم الشباب بهدفين لهدف وحيد. شافي الدوسري، جول جول ثاني للعميد، جول ثاني للعميد، هدف ثاني للاتحاد، وب10 لاعبين بإصرار الاتحاديين يسجل شافي الدوسري اللاعب البديل هدف ثاني للاتحاد، هدف ثاني للاتحاد. يا على إصرار الاتحاد في هذه المباراة، يا على إصراره، يا على إصراره للعودة. كم هو بحاجة للعودة، كم هو بحاجة للعودة، وكم هو أيضا الشباب بحاجة للعودة. ولعل التعادل نقطة تشفي قليل من جراحات اللي موجودة لدى الفريقين. شافي الدوسري اللاعب البديل يسجل أول أهداف
مع الاتحاد، ومن نقطة الجزاء ومن